ألف هلا بالحبايب بكل اللي يشوفني وكل اللي يتابعني، وياكم اليوم وبأحلى حلقة وأحلى فلوج اللي هو أشهر المعجنات الكل يحبها. أشهر المعجنات اللي هو البورق، وطريقته بالتفصيل طريقة عمل البورق شغلة سهلة ومو صعبة، يغنيكم عن روحة المحلات والشراء من المحلات. كل واحد يقدر يسويه، كل شخص مو صعب عليه هذا الشيء اللي هو البورق التركي اللي يكون بالجبن والمعدنوس يتحشى. هسه مثل أنا هذا اللي راح أسويه، وكل يحشوه بالدجاج، وكل يتحشى الحشوة ما تكون باللحم، حسب كل واحد ورغبته. يبقى العجين قدر الإمكان لازم ينفتح بطريقة خفيفة كلش مثل البقلاوة، عجينة البورق. النقطة الثانية لازم العجينة تكون، هسه العجينة عندي لازم تكون بدون خمرة، هاي النقطة الأهم. نوعية الطحين لازم تكون ممتازة، صفر ممتازة. بعد كل واحد يعرف نوعية الطحين اللي يستخدمها، لازم تكون نوعية الطحين ممتازة. راح أبدأ أشتغل بيها وأشوفكم طريقة. لازم ما أضغط على العجينة، أعوفها ترتاح بين مرة ومرتين، أعوفها ترتاح، أفتحها إلى أن تفتح بالشكل المطلوب. مثل ما لفيت كم وحدة بعد ما فتحتهم مثل هاي. شوف الصر خفيفة كلش صر خفيفة، قطع صر جدا خفيفة قريبة للبقلاوة خلينا نقول. هسه بهاي الطريقة طبيعي بهذا شو تسموه انتو، شيبك شو تسموه، طبيعي بهذا فتح الصر بهذا قدر الإمكان تفتحوها بدون ما تشكشك، بدون ما تخرب العجينة، قدر الإمكان على كيف براحة اليد، مو ضغط عليها، براحة اليد تجون هيك براحة اليد، مو ضغط على العجينة، تنفتح بهالطريقة هاي. هسه خليه هاي خاشوقة، شوفكم طريقة اللف مالتها. هاي ملعقة ثانية، ملعقتين كافية من هاي ملعقة الأكل، ملعقتين كافية مو أكثر. هاي الحافات أهم شيء، هاي الحافات خليها هيك عليها بهالطريقة هاي، أهم شيء الحافات، أهم شيء الحافات نسيبها على مود من يتقلى بالدهن ما يطلع من عنده، ونحاول نلفها لفة زينة. نجيب هاي أول قطعة نجيبها نخليها هيك عليها، كل السهلة. أهم شيء الحافات إحنا متأكدين ساديها، ونبدأ نلف بهالطريقة هاي. نحاول نشد دينا باللف مالتها، شوفوا نحاول نخليها متساوية وعدلة اللفة تكون مالتنا. لفت بهالطريقة هاي، خلاص بهالطريقة صارت اللفت، ما بيها أي مشكلة، جاهزة للتقلاة. هسه جاهزة للتقلاة، لا تنفتح هاي ولا شيء، حتى الحافات مالتها تكون مسدودة. شوف الحافات تكون مسدودة. خل أشوفكم الثانية شلون أفتحها. أفتح لكم وحدة ثانية، شوفوا براحة اليد نحاول نفتحها، نفتح هيك براحة اليد مثل ما تشوفون بدون ضغط. شوفوا هاي العجينة تصير المضبوطة، هاي فتحتها بهذا المستوى. هسه راح ألفها نفس الباقيات وأشوفكم الطريقة النهائية ورا التقلاة شو راح تكون. خليكم وياي. مثل ما قلت تقدرون تحشوها بالدجاج، تقدرون تحشوها باللحم، كل واحد وحسب رغبته. هسه مثل تشوفون هاي اللفة مالتها مثل ما شوفتكم، الحافات اهم شي تسدوها بهالطريقة هاي، تنقلب هيك اول لفة مالتها، بس مجرد تغطوها تبدون تلفون بهالطريقة هاي تبدون تلفون بهالطريقة. شوفوا كلش سهلة، اي واحد يقدر يسويها. شوفوا بهالطريقة هاي الحافة النهاية لو مي لو بهالطريقة بهذا الشكل هيجي تقرصوها قرص بعد ما تنفتح، أو تخلوا لها مي بدون ما تقرصوها بهذا القرص، تخلوا لها مي. إذا تخلوا لها مي تلزق، يصير لاصق مثل يصير المي يصير لاصق ويا العجين. شوفوا اللفة حلوة. خلينا نشوف النتيجة النهائية بعد
بعد القلي. وهذا البورق الأصلي، ورا ما خلاص، بعد ما شويته، ورا ما شويته وقليته خلاص انتهى. وهاي النهاية، النتيجة النهائية. والله فد شي رهيب. خلينا نذوق وحدة. هاي وحدة. بابا شوفوا قشرها شلون خفيف، شوف الحشوة مالتها، الجبن والمعدنوس. سووها وتذكروني، سووها وادعولي. البورق كلش طيب، تسووه جديد بجديد، خاصة الصبح بالفطور بالريوق بأي وقت، حار بحار طيب. وتحبه كل العوائل وكل الناس يحبون البورق وما أطيبك. تحياتي لكم جميعا، ومع ألف سلامة. أخوكم سعد جوهر.